السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ اليوم جبنا وصفه جديده اللي هي الخبز ديال الدار مذهب غزال. اللي غادي يشوفو غادي يقول لك كي درتي ليه، والخبز مفشفش ومهوي من الداخل. مهم كنشد البول ديال العجان ديالي، كندير فيه جوج زلايف ديال الفورز، كندير جوج زلايف ديال الفينو مع الملح القياس راكم عارفين العادي، السنيده والخميره. انا كنستعمل العجان، واللي ما عندوش العجان يقدر يستعمل القصريه عادي كما كنا كنديروا شحال هادي. المهم كنديروا في العجان، وهذه فرصه نيت باش تشوفوا العجين ديال هذا العجان اللي كنت هضرت لكم عليه قبل، اللي هو لا مارك كرافت. كما كتشوفوا هو بدا كيعجن، كنزيد الماء بشويه بشويه باش نعرف القياس ديال العجين ديالي. والسر الاول ديال العجين، منين غنسالي العجينه انا غادي نوريه لكم كيفاش خاصها العجينه تكون باش يجيكم الخبز خفيف وزوين، ما يجيش الخبز مفقس. هانتوما هي كتعجن بشويه بشويه، وكنزيد لها الماء غير بشويه باش كتجيني ديك العجينه في داك القياس اللي انا باغا. صافي كنتسنى تكسلي العجينه. هانتوما هي العجينه كيفاش خاصها تكون شويه ثقيله على العجينه ديال الشفنج، حيت كاين اللي كيبقى يدير العجينه الثقيله ديال الخبز وكيقول لك علاش كتجيني العجينه مدقصه. هانتوما انا حيدتها من البول، كتكون العجينه مهويه من الداخل. اصلا العجينه مهويه من الداخل وديرها الفقاعات كما كتشوفوا. انا كنحرك العجينه بالعاني باش تشوفوا. صافي من بعد ما كيطلبش مني مجهود والوقت باش كيختمر دغيا، انا لولبتهم كما كتشوفوا. خرجت لي هذيك الكميه ديال بحال اللي قلت لكم 5 الخبزات وكريسه صغيره. ودابا غادي نخليهم غير واحد 5 دقائق دغيا كيختمر الخبز ديالي، كيتعطرش مع ديك العجينه كتكون خفيفه دغيا كيختمر. حتى في الخدمه كينفعني دغيا صراحه، ما كنتعطلش فيه ساعه كنكون عجنت طيبت الخبز ديالي. بعد ما خمروا كنكرسهم على هذا الشكل. وخاص الخبيزات ديالي ما يكونوش رقاقين بزاف، حيت كاين اللي كيغلط كيرقق الخبز بزاف اللي كيخليه غليظ. وكنخمروهم عاوتاني وكنحمروهم في الفران ديالنا كما كتشوفوا كيجيو مذهبين غزالين. الخبيزات منفوخين لنا بكلشي كما كتشوفوا. الخبز ديال تحميره الوجه الصراحه، وما كيحشمكش قدام الضياف. ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس، واللي عنده شي كومونتير يحطوا لي في القناه. شكرا.